نبدا هذا الفيديو اول حاجه ديروا لي اللايك. الله يجازيكم بخير. ديروا لي اللايك بمثابه شكرا الي. اشنو خاسرين؟ ديروا لي اللايك بمثابه شكر الي. راه كنضربوا تماره على هاد الفيديوهات. راه ماشي غير تنجي بنادم وكيصور، راه كيبحث كيقرا كيتصنت كيدير شحال ديال الحوايج باش يلاه كيوصل لك الانسان هذيك المعلومه. فمن العيب والعار تستافد من واحد الفيديو وما ديرش فيه اللايك وما تقول شي كلمه زوينه. الله يجازيكم بخير. تبارطاجيو مع الناس باش هاد القناه ان شاء الله تدعموها وتزيد لقدام. صافي دابا عاد ان شاء الله غادي نبداو. يلا على بركه الله. ديروا اللايك. صافي درتوا اللايك؟ يلا شكرا لكم. شكرا. انا عارفه قلبكم زوين، غير كتنساو ما رانا عزيزه عليكم، غير كتنساو ديروا لي اللايك وصافي. يلا تبارك الله عليكم. على بركه الله غادي نبداو الموضوع ديالنا. علاش غادي نتكلموا عليكم هاد الايام بالضبط اللي جايه باذن الله؟ عندك الجمعه، عندك الثلاث، المهم ديك 17 21. فالانسان يحاول يكون هادئ، ما يكونش انسان معصب. يحاول انسان يميك يبدل بساعه اخرى. شي واحد جا بغى يتعاطى معاك ولا شي حاجه، حاول انسان يميك يبدل بنادم البلاصه. يحاول الانسان ما بقاش يتعاطى مع الاخر. ملي تشوف شي واحد طالع عليه الدم، تشوف شي واحد طالع، انت حاول تنزل ولا ميك. لان سبحان الله العظيم هاد الاوقات بالضبط قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كيكون فيها التهيج ديال الدم. ما معنى التهيج ديال الدم؟ التهيج ديال الدم كيكون يعني الغليان. كيكون بنادم سخون، كيكون الدم طالع بزاف، كيكون داك الهيجان ديال الدم. فالواحد الانسان كيكون فيه الوسواس، كيكون فيه شحال ديال الهواجس كيجيوك في هاد الاوقات هذه سبحان الله. ولهذا وصى الرسول صلى الله عليه وسلم باش اننا نديروا الحجامه بالضبط في هاد الاوقات مهمين بزاف، لانه كيكون فيه التهيج ديال الدم. كاين ممكن الانسان يتشل، الله يستر، ممكن الانسان بكثره الاعصاب وبكثره سميتو الانسان يتصاب بالشلل النصفي، ممكن الانسان كاع يموت. الله يحفظ، نسال الله العفو والعافيه. اذا الانسان يدير الحجامه والانسان يتجنب المشاكل. شفتي شي واحد طالع عليه الدم، جا شي واحد بغى يتعاطى معاك، باغي يدابز معاك، بدل الانسان يمشي بنادم يبدل بساعه اخرى، يمشي بنادم شي بلاصه اخرى ولا وهكذا. يعني والنصيحه اللي كنقول لكم هو ان الناس هاد الايامات من الجمعه الانسان يدير حجامه، الجمعه السبت الاحد الاثنين ثلاث، اذا هاد الايام يدير فيها الحجامه راها مزيانه باش كيهدا الانسان. يحاول الانسان يدوش بالماء البارد. الماء البارد يكون فيه ورق السدر، يكون فيه الورق الريحان، يكون فيه كذلك القرنفل. هذا الماء هذا يكون مثلج. راه الماء البارد راه زوين، راه هو علاج. الماء البارد هو علاج. شوف سبحان الله والله عز وجل من تيقول لك في القرآن الكريم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سبحان الله. الامور اللي تعالج فيها سيدنا ايوب عليه السلام تعالج بالماء البارد. فاش كان تيقول يعني اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يعني الانسان مزيان يخوي عليه الماء البارد اللي يقدر اللي يقدر يخوي عليه الماء بارد، خصوصا دابا في هذا البرد هذا اللي يقدر يخوي راه مزيان. ولا يغفلك شي واحد يخوي عليك ماء بارد. وإلا كانت كاع الثلث الاخير من الليل ما اجمل هذيك الوقيته من بعد ما ان الانسان ناض صلى استغفر الله، كثرت ديال الذكر، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر يوصل لشي حوايج كيخاصو غير مع من ينوض الريقاطه. اذا نحاولوا ان شاء الله. الله يجزيكم بخير. هاد الايام اللي لقى يمشي يدير الحجامه يدير الحجامه. كثروا من الذكر ديال الله، كثروا من الاستغفار، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ميك كنتي غضبان في واحد البلاصه، سير بدل بساعه اخرى، خرج انت كاع، سير ضرب شي دوره اخرى ولا سير. المهم ما تبقاش في المكان بالضبط اللي عندك فيه المشكل. حاول الانسان يبدل، يمشي بنادم يخرج يبدل بساعه اخرى حتى تهدأ الانسان وتيبرد. من تشوف واحد الانسان طالع عليه الدم ميك، ما بقاوش مشادين بعضياتنا. لان بحال هاد الاوقات فاش كيوقعوا الكوارث نسال الله السلامه والعافيه. والله يكتب علينا وعليكم مكاتب ديال الخير. وديروا هذا الشيء اللي قلت لكم، راه مهم بزاف. وهذا الشيء كله من نصائح ديال افسنديه. جزاه الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.